السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد من فيديوهات نواعم العيد. لسه مكملين مع بعض النهاردة إن شاء الله. هنعمل مع بعض البيتيفور اللي قدام حضراتكم ده كيلو من البيتيفور. إن شاء الله هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. احنا عملنا مع بعض الكحك وعملنا البسكوت، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البيتيفور. انا استخدمت بقى النهارده دقيق مختلف، وهو الدقيق بتاع روز جاردن. هو حلو بس بحسه ان هو بيشرب السمنه شويه، مش زي الدقيق اللي استخدمته في الكحك والبسكوت. هستخدم كمان كوبايه وربع من السكر البودره، ومعاهم 3 كوبايات وربع من السمنه. انا بسيح السمنه وبحطها كده، بعيرها بحطها في بوله، والمفروض ان البوله دي بتخش التلاجة شويه. بس انا بصراحه كنت مستعجله فعملتها كده على طول. معايا كمان كاكاو خام، ومعايا 3 بيضات، ومعايا كيسين من الفانيليا. بس هي دي بس المكونات اللي انا هستخدمها النهارده في البيتيفور. اول خطوه هعملها، انا هعمله النهارده بالمضرب الكهربي، بس هو ممكن يتعمل بالايد عادي خالص، ممكن بالمضرب اليدوي. بس انا بصراحه بستسهل ان انا اعمل بالمضرب ده، لان هو ليه عجان. فبستخدمه بان انا اضرب السمنه مع السكر والبيض مع بعض، وبرده في الاخر برده بعجن بيه، علشان بصراحه بيسهل عليا كتير في ان انا اعجن بايديا. فانا حطيت هنا الاول 3 كوبايات ونص زي ما قلت لكم من السمنه، وضفت معاهم كوبايه وربع من السكر البودره. هبدأ بقى ان انا اضربهم دلوقتي مع بعض في المضرب، ضرب جامد خالص لحد ما يدوني القوام الكريمي. يبقى دلوقتي هضرب السكر مع السمنه مع بعض، ومش هحط البيض دلوقتي. يعني البيض مش هنحطه دلوقتي، شويه كده ما ينضرب بس السكر والسمنه مع بعض. انا سبتهم ينضربوا كده، وبدات كده ان انخل الكيلو بتاع الدقيق بتاعي. وطبعا نخل الدقيق ده قلت لكم مهم جدا في الحلويات، في مخبوزات، اي حاجه فيها دقيق لازم تنخلي الدقيق مهما كنتي متاكده من ان الجوده بتاعه الدقيق كويسه. نضربوا بقى مع بعض شويه كده، ونخلت الدقيق. جيت بقى ايه على البيض، بدأت كده ان انا اخد كل حباية واحدة من البيض، احط عليها كيس من الفانيليا. بس انا استخدمت كيسين، اكتفيت بكيسين بصراحة. الفانيليا بتاعت دريم دي ممتازة جدا، ريحتها حلوة خالص. حطيت على البيضة كده كيس من الفانيليا، وبدأت كده ان انا اضيفه على الخليط وهو بينضرب. واول ما تختفي خلاص البيضة، وببدأ ان انا احط حباية البيض اللي بعدها لحد برضو ما تختفي معايا، وبعدين برضو البيضة التالتة بنفس الطريقة لحد ما خلاص كده اختفى كده البيض خالص. يبدأ بقى يضرب كله مع بعضه، السكر والسمنة والبيض مع بعض، لحد ما يديني القوام اللي قدام حضراتكم ده، زي ما تكون كريمة بالظبط. وطبعا ريحتها تحفه جدا، لان زي ما قلت لكم الفانيليا بتاعت دريم دي بتخلي الريحه بصراحه ممتازه. غيرت السكينه بتاعت العجان، حطيت السكينتين بتوع العجن، وبدات كده ان انا ايه، علشان ما اعجنش انا بايدي كتير، لان طبعا عاوز كده كده اعجنه بايديا. فانا قلت اسهل على نفسي بس كده في البدايه. بدات كده ان انا اضيف الدقيق كده بالمعلقه، والعجان برضو شغال. طبعا ضفت حوالي الاول نص الدقيق، وبعدين بدات كده ان انا بالمعلقه ان انا انزل الحروف اللي على الحرف اللي هي مش بتلمس السكينه، لان طبعا ده العجان ده صغير خالص، فهو المفروض يعني كيلو دقيق كتير عليه. بس انا حاولت ان انا اخليه يعني يساعدني بس شويه في البدايه. وبعدين طبعا كده كده بعد ما الدقيق هيختلط بالسمنه والسكر والبيض، لما يختلط بالخليط ده هاخده تاني اشيله، وابدا ان انا اعجنه بايديا. فضلت هنا ان انا اضيف الدقيق برضو لحد ما اخلص الكيلو كامل، برضو معلقه معلقه كده، علشان ايه يبدا يختلط كده بالراحه. يعني ما نزلش الدقيق كله، حتى برضو لو انا بعجن بايديا مش هنزل الدقيق على الخليط كله مره واحده. شلت بقى العجان كده، وبدات ان انا احطه في بوله اوسع، وبدات كده ان انا افضل اعجن والم فيه. بس هو بصراحه احتاج معايا سمنه، لان زي ما قلت لكم ان نوعيه الدقيق دي بتشرب السمنه، عشان اول ما تحسي ان العجينه ناشفه في ايديكي ضيفي لها سمنه. فانا حطيت كمان معلقتين من السمنه كمان. هنا بقى ايه، خدت بولة تانية وحطيت فيها معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وعليهم معلقة كبيرة من السمنة. ده ضروري جدا، علشان انا هاخد نص العجينة، او ممكن اقل من نصها، علشان ابدا ان انا اعمل بيها هبدا ان انا اعمل بيها البيتي فور اللي هو اللي بالشوكولاتة. ف
خدت نص العجينه، حطيت عليها معلقتين من الكاكاو الخام، معلقه كبيره من السمنه، وضروري جدا ان انا احط عليها معلقه من السمنه. وبعدين ان أنا ابدا ان أنا اعجن ده كله، ولازم احط معلقه السمنه دي علشان اللي بالشوكولاته يبقى نفس النعومه بتاعه البسكوت التاني، البتيفور التاني، نفس درجه، نفس يكون ناعم زيه يعني، ما يكونش خشن ولا حاجه. فضفت معلقه السمنه دي وانا بعجن كده، فضلت بقى اعجن فيها كده لحد ما تلم معايا. وزي ما قلت لكم معلقه السمنه مهمه جدا. كده خلاص انا كده العجينه كده خلاص جاهزه معايا، سواء كانت العجينه اللي بالشوكولاته او العجينه التانية، العجينه البيضه. فاخدت بقى دلوقتي كيس حلواني ده، انا كنت جايباه ب20 جنيه على فكره. هو دلوقتي سعره رخيص مش غالي خالص. طبعا هو كان ارخص من كده في الاول. هو بيبقى من جوه كيس كده، ومن بره بيبقى زي قماش. ده بقى بيسهل عليا خالص في العمايل. بضيف له بقى اللي هي الايه القطعه اللي هي البلاستيك اللي كانت عندي دي، ما كانتش عندي معدن، بس يعني ادت الغرض. وعملت البسكوت وشكلته كله ودخلته على درجة حرارة 180، وببعده خالص خالص عن النار. بحطه في الشبكة اللي في النص او الشبكة اللي فوق، مش بشغل الشواية خالص خالص، لانه مش بيستحمل خالص في الفرن. لو في مروحة عندك في الفرن شغليها، هتبدأ توزع لك الحرارة وهتساوي معاكي. مفيش خلاص خليه فوق كده لحد ما يبدأ يستوي معاكي. هو مش بياخد كتير في الفرن وبيستوي على طول. اول ما تفتحي تلاقيه مسك نفسه كده، ومن تحت بتلاقيه عطى لون فاتح، لون غامق كده على بسيط خالص يعني، مصفر كده شوية. خلاص تعرفي ان هو كده خلاص استوى معاكي. بس كده خلاص. تسيبيه بقى يهدى خالص 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 ويبرد تماما. مش هنزينه النهارده خالص، هنزينه ان شاء الله تاني يوم. مش عايزه تزينيه خالص، هو كده تمام وفي منتهى الجمال وريحته جميله جدا جدا. وفي نفس الوقت هو رمى معايا الكيلو ما شاء الله. عطى الكميه اللي قدام حضراتكم دي كميه كويسه جدا، غير كمان اللي اتاكل منه بصراحه. فهو بصراحه حلو جدا وموفر عن الاسعار اللي احنا بنذبحها بره بكتير. لحد هنا خلاص خلص الفيديو بتاعي النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.